سنة 1993 دونالد وسوزان عملوا تجربة علمية. راحوا جابوا مجموعة من الستات وقسموهم لمجموعتين، مجموعة منهم اتعرضت لأذى نفسي والمجموعة التانية اتعرضت للأذى الجسدي. بس قبل ما أقولك خرجوا من إيه بالتجربة العلمية دي، أول سؤال اتسأل هي ليه الستات دي ما قررتش تمشي؟ السؤال الأعمق بجد هو ليه الناس بتفضل متعلقة بالعلاقات المؤذية حتى بعد ما العلاقات دي بتمشي؟ بس الاتنين الباحثين مسكوا نظرية علمية، قالك إنه الموضوع ما بيجيش كده في يوم وليلة. يعني اللي بيأذيك ده ما بيفضلش يأذيك طول حياته، والذكريات اللي عندك ما بتبقاش متعلقة بالذكريات اللي كلها ورد وشموع بس. لا، هو الموضوع بيبقى اسمه الأذى المتقطع. يعني الواحد من دول يجي يعمل فيك الموضوع المعتبر ويتخانق معاك الخناقة اللذيذة، أو حتى يبعد فجأة في وسط ما انتوا حلوين جدا وكويسين، وبعد ما يخلص يجي يعتذر ويجيلك بجرعة حب وهيام تنسيك انت أصلا كنت زعلان ليه. لا، وإيه بقى ده، انت بتبقى مستنيه يختفي عشان يرجع لك بكمية الحب والاشتياق والمفاجآت الرهيبة. يعني انت مش بس بتبقى متضايق، لا ده انت بتدمن اللحظات دي كمان. مرة يتجاهلك ومرة يسكت ومرة يقولك مبررات لدرجة ان انت تقول ايه ده، هو انا ازاي فهمته غلط؟ او انه يعملك زي تامر حسني كده، انت زعل طب معلش. المهم بقى ان داتون وبنتر الباحثين دول قرروا ان احنا نسمي انه في حاجة اسمها الارتباط بالصدمة. يعني انت تفضل قاعد متعلق باللي انت بتحبه ده، متعلق بالحاجات اللي هو بيعملها لك. يعني انت لو رحت في علاقة صحية عادية سوية جدا هتبقى انت اللي حاسس انه في حاجة غلط، لانه مش ده النمط اللي انت اتعودت عليه في علاقاتك. انت اتعودت تتضرب، فلما يجيلك واحد يبقى نحنوح بزيادة فتحس انه هو في ايه، تحس انه في حاجة غلط. هحكي لكم بقى قصة. كريم وسلمى صحابي ارتبطوا ببعض، جم عملوا ايه بقى؟ كريم جرعة الحب والحنان وحلاوة البدايات، وسلمى طبعا فراشات وقلوب وحركات. فجأة كريم اختفى، فتيجي تقول له طب هو أنا زعلتك في حاجة؟ فيرد يقولها ايه الأوفر ده؟ لا طبعا أنا بس مشغول. كلمتين باردين، البنت تبدأ تتجنن. طب هو في ايه؟ طب أيوة أنا قلت له كذا امبارح بس تفتكره اتضايق. طب يمكن شكلي كان آخر خروجة مش أحسن حاجة. طب هو سكت ليه؟ في ايه؟ وتبدأ تدور بقى في حياته، هو حصل له ايه؟ بعد يومين 3 كريم يرجع يكلم حب واشتياق وحنان وجرعة حب كأنهم لسه بيبدأوا الحكاية من الأول. تبدأ سلمى ترتاح وتحس بأمان، هوب كريم يختفي كالعادة. وهنا بقى تبدأ سلمى تتعلق باللحظة فيها اللي هو يرجع، فتفضل بقى قاعدة حاطة ايديها على خدها وبص للموبايل كأنها مش هتسمع لو بعت الرسالة. ده حالنا كلنا في العلاقات، صح؟ ده اللي احنا بنحسه لما الناس تظهر وتختفي. واللي بيحصل عندنا حاجة اسمها الارتباط بالصدمة. يعني احنا نبقى قاعدين مستنيين نتضرب على وشنا عشان ناكل حاجة حلوة. المشكلة هنا ما بتبقاش بقى في ان انت هتسيب الشخص ده وتمشي، يعني وعيك زاد وهسيبه وامشي. المشكلة بقى لما يجيلنا الشخص الصح واحنا بقينا الناس الغلط. يجيلي واحد كيوت وفظيع وحلو قوي وبيقدم لي كل حاجة، بس أنا حاسة في حاجة غلط. هي فين المطاردة؟ فين التوكسيك في العلاقة دي؟ طب فين إحساسي من أن أنا خايفة أنه يسيبني ويمشي؟ فأبدأ أحس بعدم الأمان مع الشخص الصح كمان. يعني إشاراتي كلها اتلخبطت. المأساة بقى إن إحنا أحيانا بعد ما بنخرج من العلاقة الصح، بعد ما بنخرج صح من العلاقات الغلط، بنبقى احنا الناس الغلط مع العلاقات الصح، فبتتبدل الكراسي بسرعة. تخيل بقى احساس اللي بيحصل لك، انك بتبقى عندك احساس كأنك في أوضة دوشة وخرجت على أوضة هادية. في حاجة ناقصاك، صوت الدوشة والصوت العالي ناقصك. أول حاجة بنعملها حاجة اسمها كشف الأرباح والخسائر. نبدأ نجيب ورقة ونقسمها نصين، الحاجات اللي كسبناها والحاجات اللي خسرناها. تشد خط اكتب الحاجات اللي اتعملت فيك والحاجات اللي اتعملت لك عشان تعرف ايه اللي مرتبط بايه. يعني هو لما قال لي انتي وحشة كده ومحتاجة تخسي على فكرة، جيت تاني يوم صالحني وقال لي ايه الحلاوة دي، فانا قاعدة مستنية ايه الحلاوة دي. لازم اعرف ايه بالظبط اللي ضايقني وكان قصاده ايه حلو خلاني اتعلق بالشخص ده. ده غير بقى كشف ارباح وخسائر اللي هيخليني اعرف
انا عايزه امشي ولا لا. بس عارف ايه اللي بيخلينا نتعلق بالعلاقات دي؟ ان احنا بنبقى مش بنحب نفسنا كفايه، مش بنبقى عارفين ايه الحلو اللي فينا وايه اللي بيميزنا وايه اللي مش بيخلينا نحب نفسنا. يعني احنا لو عارفين وعندنا لايف ستايل روتين وعندنا ناس وصحاب وشغل وناجحين وبنشتغل على نفسنا، هتبقى العلاقات بتكملنا. احنا مش بنكمل بالعلاقات، وهو ده دايما اللي بيخلينا نقع في نمط علاقات يعذبنا ونفضل رايحين متعذبين فيه. لا، وكمان احنا العلاقات دي لو سابتنا ومشيت بنحس ان هم خدوا حتة من روحنا. لكن ماذا لو كنت انت كامل انت وروحك؟ ساعتها مفيش حد هيجي ويمشي وانت زعلان. ولو ما تعرفنيش، انا كوتش مديحة بالمناسبة، وعشان تشوفني تاني فانت محتاج تعملي فولو وشير بقى كمان بالمرة. اكتب لي بقى في الكومنتات محتاج تتكلم عن ايه في العلاقات، ايه اللي حصل لك وايه اللي انت ما كنتش تستاهله من الناس. وبس كده، باي باي.